بينا نعمل أكلة سريعة ومن صدر فرخة واحد كاملة العناصر، سفرة كاملة وكله من صدر فرخة واحد. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف العظمة اللي احنا عملناها دي عملناها ازاي. هقطع صدر الفرخة ده مكعبات صغيرة وهنزل في طاسة على النار بمعلقة صغيرة من السمنة، وهشوح صدر الفرخة ومعاه البصل وملح وفلفل. نديله صدمة سريعة كده وتشويحة علشان الصدر ما ينزلش المية بتاعته ويخلي معايا الاكل يبقى فيه زفارة. الصدمة دي بترفع معايا زفارة الفراخ وبتسرع معايا السوا برضو. على ما الفراخ تجهز اكون غاسلة كوباية من الرز وحطها في طاجن، وهنزل عليها بالفراخ واديها تقليبة، وبعديها انزل عليها بالحليب اللي يكون سخن والطاجن سخن علشان يسرع معايا السوا في الفرن. انزل بالحليب بتاعي كله. كوباية الرز بتاخد من كوبايتين لكوباية وكوبايتين ونص من الحليب. مقدار الحليب بيكون غير مقدار المية، في الحليب بنحط حليب اكتر، وازود قشطة على الوش وادخلهم الفرن يستووا كامل السوا معايا لحد لما بياخد لون كويس وكمان الرز اللي جوه استوى. ولو عايزة تاخدي تسوية مظبوطة وسريعة احط الطاجن في صينية ألمونيوم، هيسرع معاكي السوا وهيوزع الحرارة كويس فيخلي معاكي كمان السوا مظبوط. بعد ما يطلع من الفرن جنبيه طاجن بشاميل كوسة وطبق سلطة ممتاز وبألف هنا. عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.